محمد سعيد من مصر الشقيقة. مساء الخير محمد، نشكرك على التواصل معنا مباشرة من مصر. مرحبا. مساء الخير أستاذ يزيد، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم وتحياتي لكل الشعب الجزائري الشقيق. شكرا لك محمد سعيد. طبعا نتواصل معك فيما يخص قضية ملف مباراة نصف نهائي الذهاب بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان، والذي أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم قراره فيما يخص هذه المباراة واحتساب انهزام اتحاد العاصمة على البساط الأخضر وثلاثية نظيفة لنهضة بركان. كان هذا متوقعا بعدما أظهرت الكاف ما تخطط فيه مؤخرا ضد الفرق الجزائرية والمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للأسف. كيف كانت قراءتكم لهذا القرار؟ طيب، بداية طبعا هو الملف برمته منذ اليوم الأول كان على طاولة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، وكان هناك قرار مسبق من إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي وتحديدا مسابقة الكأس الكونفدرالية بخصوص تنفيذ اللوائح المنصوص عليها بعض المواد الخاصة بهذه المسابقة. وعلى هذا الأساس كان صدر قرار من إدارة المسابقات بضرورة أن فريق نهضة بركان يلعب بالقميص المعتمد من الاتحاد الافريقي. طبعا الاتحاد الجزائري استأنف على هذا القرار، ولجنه الاستئناف في يوم المباراه ايدت قرار اداره المسابقات. ثم جاء احداث المباراه، كان هناك مراقب للمباراه وكان هناك مراقب للحكام. كانت لديهم تعليمات ان هناك قرار من الاتحاد الافريقي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني وتم الاتفاق عليه من القرارات الرسميه، ولكن لم تنفذ هذه القرارات. فعلى هذا الاساس المباراه تم الغائها، ولهذا ده كان مؤشر بالنسبه لي، بما اني كان عندي معلومات من البدايه ان طاقم التحكيم طالما ما نزلش ملعب المباراه، وطاقم التحكيم كان عنده تعليمات ما يبداش المباراه طالما الفريقين لسه مش جاهزين بالمعدات والادوات اللي المفروض تسمح لهم ان يشاركوا بالمباراه. قبل المباراه ب 10 دقائق كان الحكم الرابع توجه الى غرفه ملابس فريق نهضة بركان، طلب منهم النزول، قالوا ان احنا مش جاهزين، احنا القمصان بتاعتنا مش موجوده، فبالتالي مش هنقدر نلعب. وعلى هذا الاساس مراقب المسابقات بلغ الحكام ان المباراه مش هتتلعب، والاجراءات الخاصه باقامه المباراه مش متاحه لفريق من الفريقين. وعلى هذا الاساس تم الغاء المباراه، وتم رفع تقرير من مراقب المسابقات، وتم رفع تقرير خاص من مراقب الحكام وطاقم التحكيم، وتم عرض كل هذه التقارير اليوم على لجنه الانديه والمسابقات. كما توقعت عقب المباراه حسب تلك المعلومات التي وردت الي، خاصه بفكره عدم نزول الحكام للمباراه، معناها ان المباراه ملغاه وليس فيها انسحاب طرف امام طرف اخر. لهذا الاساس كان النتيجه كانت متوقعه اعتبار اتحاد العاصمه خاسر 3-0. في شق ثاني لسه هيتم النظر فيه خلال ايام قليله جدا من لجنه الانضباط، ولكن لجنه الانضباط هنا في اجتماعها هتنظر في امر الاتحاد الجزائري وليس في امر اتحاد العاصمه، لان هيكون في حسب معلوماتي غرامات ماليه كبيره جدا نتيجه عدم اقامه المباراه، تعويض مالي نتيجه طبعا عدم اقامه المباراه بالنسبه للرعايه وللبث الفضائي والمعلنين، فيبقى في غرامات ماليه قد تصل الى 300,000 دولار، بالاضافه الى امور لها علاقه بالاتحاد الجزائري طبقا لما يراه المسؤولين في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الجزائري خالف لوائح المسابقات المعتمده داخل الاتحاد الافريقي. فبالتالي الملف لسه في شق في لجنه الانضباط، وفي شق اكبر من كل ذلك اكيد في المحكمه الرياضيه حسب معلوماتنا وطبقا لما هو معلن في الجزائر، ان هناك توجه الى المحكمه الرياضيه الدوليه بشان اتحاد العاصمه وبشان الاتحاد الجزائري وبشان لوائح الاتحاد الافريقي في مساله اعتماد القمصان واستخدام بعض الشعارات. اعتقد الجانب الجزائري بيتكلموا فيه بقالهم يومين، هننتظر اكيد بقى القرارات الرسميه اذا نجحت المحكمه الرياضيه او اذا نجح الجانب الجزائري في الحصول على قرارات من المحكمه الرياضيه في الفتره القريبه دي. كيف تفسرون ربما هذا الاختلاف الموجود بين القوانين واللوائح الموجودة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تمنع منعا باتا مثل هكذا امور ومثل هكذا شعارات وتصرفات للانديه والمنتخبات واجازتها وتطبيقها في الانديه المغربيه؟ طبعا هذا مخالف تماما للاعراف الكرويه وللقوانين الكرويه. طبعا اتحاد العاصمه والاتحاد الجزائري لكرة القدم بدون أدنى شك سيتوجه إلى المحكمة الرياضية طبعا الدولية في سويسرا وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إنصاف الفريق، لأنه من غير المعقول المصادقة من طرف الكاف على مثل هكذا أمور ممنوعة في كرة القدم.
طيب انا طبعا بما ان انا راجل صحفي فدايما ببحث عن المعلومه والخبر، ليس مختص في اللوائح وليس رجل دارس قانون او محامي اقدر اتكلم في مساله اللوائح والقوانين، ولكن طبقا للاوراق اللي قدامنا دلوقتي الاتحاد الافريقي قبل بدايه اي مسابقه بيطلب من كل فريق بيشارك ان هو يرسل الادوات بتاعته اللي هيلعب فيها في البطوله، لان في معايير معينه الاتحاد الافريقي بيضعها امام كل نادي بيشارك ان لازم يلتزم بهذه المعايير. مقاس الرقم اللي هيتحط على التيشيرت، المعلنين اللي محطوطين على التيشيرت، علم الدول، كل الامور دي بيبقى الاتحاد الافريقي بيتفق عليها مع كل الانديه. نهضه بركان على الورق ورقه سليم جدا، القميص بتاعه او التيشيرت بتاعه تم اعتماده رسميا. هنا الازمه ممكن تكون عند الاتحاد الافريقي وسيختصم فيها الاتحاد الجزائري. الاتحاد الافريقي هنا امام الجهات الدوليه في مساله ان هناك البعض ممكن يستخدم شعارات او اعلام او خرائط، ده جانب ثاني انا ما اقدرش اتكلم عليه لان انا مش مختص في الامور القانونيه واللائحيه، ولكن في القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي حاليا من وجهه نظري طبقا للاوراق وطبقا لما عرض من احداث في الاجتماع الفني وفي وقت وصول فريق نهضه بركان، المفروض كان يكون في يعني تعامل قانوني افضل من الاتحاد الجزائري، خاصه اوكي جيد. على كل حال طبعا نحن سوف نواصل في هذه القضيه وسوف نتوسع اكثر في المستقبل القريب. في الجزائر طبعا فيه سياده، وفي الانديه الجزائريه لكره القدم فيه سياده. كره القدم والرياضه بعيده كل البعد عن السياسه وطبعا الخرائط الاستعماريه ان صح التعبير لبعض الاطراف التي تريد ترويجها في القاره السمراء. والجزائر والانديه الجزائريه تبقى تملك السيادة في قراراتها، وإن كلف ذلك طبعا التتويج بألقاب القارية. المباراة اللي قد ربما تكسر تلك نتائج طيبة اللي حققها الفريق، خاصة بعد القرار الذي صدره أو صدر من طرف الكاف ظهيرة اليوم. يعني أولا نقول لك القرار هذا اللي خضعته الكاف هذا يعني في حق اتحاد العاصمة يعني شغل قرار مجحف كثير بزاف، يعني ما اتحاد العاصمه ما يستاهلوش يعني، لان كاس الكاف هذه كانوا يعني هما البطل يعني الموسم النسخه الماضيه، كانوا كما يقول لك سيت اون موتيفاسيون يعني باش تلعب كو سوا في الشامبيونا ولا في لاكوب، نحبوا ولا نكرهوا كانت الموتيفاسيون. اليوم يعني القرار هذا اللي خرج ضد اتحاد العاصمه تاع خسروا المباراه، زيد خسروا النصف النهائي تاع كاس الجمهوريه. نتمنى ان شاء الله يعني هذه يعني لي دو ماتش هادو يفون با انفلونسي في لا سويت تاع الباركور تاع الشامبيونا، لان كما قلت من قبيله تكلمنا عندهم مباراتين متاخرين يعني يقدروا يفوزوا بهم يعاودوا يولوا في البوديوم، ونتمنى ان شاء الله يعني يكونوا كما يقول لك كاع يتكاتفوا على الفريق هذا، يعني اداره جمهور لاعبين. يعني الاتحاد العاصمه يعني مش راح نقول لك يعني فريق اللي يستاهل ان شاء الله يكون في البوديوم باش يعاود يولي الافريقيا ان شاء الله. طبعا في انتظار ما ستسفر عنه قرارات طاس وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم عند توجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم طبعا ورفع التظلم الذي فرض أو سلط على فريق اتحاد العاصمة. نتمنى أن الفريق يعود يجيب حقه إن صح التعبير بعد هذا الظلم الذي تعرض له من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أما موقف الفريق فهذا ليس بالجديد، فموقف 1956 هو أكبر دليل على رجولة هذا النادي وأكبر دليل على ارتباط هذا النادي بالجزائر ودفاعه عن الجزائر بعد توقفه عن اللعب آنذاك من أجل نداء الجبهة التي أمرت بتوقف عن اللعب ومواصلة الكفاح من أجل تحرير الجزائر. اليوم الجزائر واتحاد العاصمة تعيد الكرة وتؤكد أنه لا قرارات تعلو فوق سيادة الجزائر، فنتمنى التوفيق لفريق اتحاد العاصمة وللجزائر الحبيبة.